السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستشفى الناس للناس. أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم فضلا وليس أمرا. دوس لايك ونبدأ أخبارنا النهاردة. وبسبب مستشفى الناس وبسبب تقرير خاطئ او تقرير صحفي او اعلان قرارات مجلس اداره نادي الزمالك ان حصل فيها بند اتكتب غلط، حصل وش وعلاء صادق خرج يزيط ويهيص، وخرج ابو المعاطي زكي كذلك، وخرج مذيع من النادي الاهلي يزعق ويقول احنا لازم نعرف، لازم في تبرير ايه اللي بيحصل، ازاي مستشفى الناس للناس هي اللي تتبرع لنادي الزمالك، والدنيا قامت ما قعدتش. بس عايزك تبقى عارف حاجه واحده، بعيد عن مين المتواجد في مجلس اداره نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك او الزمالك ذات نفسه يعني هيفضل يتهاجم طول العمر. المشكله مش في فلان ولا علان، المشكله ان نفس الناس اللي بتهاجم الزمالك وبتكره الزمالك هتفضل تهاجمه في كل وقت وكل زمان وفي اي مكان. ايه اللي بيحصل في موضوع مستشفى الناس؟ كلنا شفنا امبارح قرارات مجلس اداره نادي الزمالك والبيان الصحفي اللي نزله مجلس اداره نادي الزمالك، واللي كتبوا فيه انهم قبلوا يعني تبرع مستشفى الناس لنادي الزمالك بانشاء مركز طبي متكامل داخل نادي الزمالك لخدمه اعضاء النادي. خلاص ده اللي اتكتب امبارح. طبعا زي ما بقول لك الدنيا قامت ما قعدتش، وده ازاي كده وازاي؟ هي ازاي يعني ايه؟ مستشفى الناس للناس دي او مستشفى الناس دي اللي ما يعرفهاش انا اظن كلكم عارفينها، هي مستشفى خيري تقبل التبرعات. ليه؟ عشان تعالج المرضى بدون مقابل. متخصصه في امراض القلب، ومتخصصه في امراض الجهاز الهضمي والسكر والحاجات دي كده، ما بتاخدش فلوس من حد. فازاي هي اصلا بتقبل التبرعات وشغاله لصالح المواطنين والناس اللي على قدها واللي حالتها صعبه، وفي نفس الوقت نادي الزمالك هي هتتبرع لنادي الزمالك؟ فهنا كان اللغط. طب انا نفسي اعرف، انا عندي منظومه اعلاميه وعندي متحدث اعلامي لنادي الزمالك وعندي رئيس منظومه اعلاميه، ازاي تغلطوا في كتابه هذه الصيغه؟ ازاي؟ معرفش. الكلام اتربط بقى هنا ان الاستاذ ايمن ممدوح عباس هو ماسك امين الصندوق وعضو مجلس اداره، والاستاذ ممدوح عباس في موجود في مجلس الاداره او حاجه كده يعني ايه، زي في المستشفى اسمها الخير ومش عارف ايه وحاجات كده، فربطوا اسمهم بالموضوع ده. طيب ايه اللي حصل هنا؟ اداره الزمالك طلعت صححت هذا الكلام تماما وقالت ان اللي حصل امبارح في قرارات مجلس الاداره اللي نزلت كتابيا ديت كان فيها ايه؟ بيقول ورد بيان صحفي خاص بقرارات مجلس اداره النادي المنعقد يوم الخميس، قرار تم نشره بشكل غير دقيق والخاص بانشاء النادي لمركز طبي لتاديه خدمات طبيه لاعضاء النادي، والذي يتكفل النادي بانشائه وتجهيزه، وسيكون دور المستشفى الناس تقديم الخدمة الطبية في إطار بروتوكول تعاون مقابل مزايا يقدمها النادي للمستشفى، وكل هذه الاتفاقيات تخضع لرقابة الجهات المعنية. معنى ذلك الكلام إيه؟ إن مش مستشفى الناس هي اللي هتنشئ لنا المركز الطبي وهي اللي هتبقى مشغلاه، لا، ده نادي الزمالك هو اللي هينشئ المركز الطبي ده، وفي نفس الوقت هيبقى في علاقات متبادلة بين النادي وبين مستشفى الناس تحت مراقبه الجهات المعنيه اللي هي الجهات المسؤوله، وفي نفس الوقت هيبقى في مزايا نادي الزمالك هيقدمها لمستشفى الناس. ايا كان كل الكلام ده وايا كان خدمه الاعضاء، اتعملت مشكله من ما فيش. انا كزمالك ما استفدتش. يعني حتى لو هم اللي مثلا بقول لك مثلا لو هم اللي اتبرعوا، ايه اللي هيدخل لنا احنا؟ ايه اللي هيدخل للزمالك؟ ما هو في كل الحالات او في كل الحالات هيبقى في برضه ميزات لاعضاء النادي. اللي راح يكشف بدل الكشف مثلا ب 1000 جنيه مثلا هيبقى ب 500، او العمليه بدل مثلا في عمليه هتتعمل في المستشفى هناك مثلا هتبقى بكذا فيها خصم. في كلا الحالات نادي الزمالك ما اتخدمش. لما يطلع علاء صادق يقول لك النانوس، ومش احنا النانوس معروف مين النانوس يعني، الدوله بتخدمه والدوله بتساعده والكلام ده، عملتوا حاجه من ما فيش بيقول لك عشان خاطر تحل ازمات النادي وتسد ديون النادي. هو ايه برضه؟ ما هي حاجه تكسف يعني. انا مش عارف برضه ازاي حاجه تتكتب غلط زي كده وتعدي عليكم سيادتكم فين، ما اناش عارف والله. يوم بعد يوم بتحصل غلطات بتزعل الناس، يوم بعد يوم بتحصل غلطات بتزعل الناس. في كلا الحالات موضوع من ما فيش قلب بدوشه كبيره ملهاش اي 30 لازمه، ويا خوفي من اللي جاي. مش عارف ارجع واقول ايه، انت العيش اللي خبازه لو هياكل نصه ولا في ايه، ما اعرفش.
ما اعرفش ليله كبرت على الفاضي، وان ازاي هم جايين يبنوا للزمالك ويتبرعوا للزمالك مع ان المستشفى هي اللي بتاخد تبرعات وحاجات من هذا القبيل. ونادي الزمالك قال لك لا ما فيش تبرعات، ده احنا اللي هنعمل المبنى على حسابنا، واحنا اللي هنجهز المستشفى على حسابنا او المركز الطبي ده. كلام يعني حاجه تزعل. فمش عارف، انا اتمنى ان الموضوع ينتهي وانتم اللي كاتبين بنفسكم تبرع، يعني حاجه تزعل، غلطه كبيره، غلطه كبيره. اصل التبرع جاي من مستشفى، ده اللي مزعل الناس كلها. جاي من مستشفى، اول يتصيدوا نادي الزمالك انه جاي من مستشفى هي اصلا بتقبل التبرعات عشان خاطر الشعب. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ بس عاوز اخش لك بقى سريعا على النادي الاهلي قبل ما نخش في اخبارنا. لك ان تتخيل ان الفريق السويدي اللي النادي الاهلي تعاقد مع اللاعب بتاعهم وسام ابو علي، بيقول لك ان الصفقه دي اكبر صفقه في تاريخ نادي السويدي ده. اكبر صفقه، يعني دفع فيها ملايين الملايين. وغير انه دفع فيها ملايين الملايين والدولارات اللي بنتكلم عليها اللي سهله جدا، يعني ان كان النادي الاهلي بيشتري لاعب ب 3 مليون دولار، ب 2 و800، الكلام ده كله انت ازماتك كلها في 2.5 مليون دولار، ما انتش لاقيهم بقالك فتره كبيره. في خلاف بقى ان امام عاشور جاب 3 مليون دولار ودوت وموديست وده ده. يعني ما فيش فرق. بصوا يا جماعه، هنا ولا هنا. ما تقولوش اصل فلان هو هنا السبب، اصل فلان اللي ما فيش فلان يا حبيبي. فلان هيمشي وفلان هيجي وفلان هيجي، وهتفضل انت في نفس الازمات ونفس المشاكل. في غيرك ميسر ومرفه، وانت اصلا مش عارف تحل ازمه قيد. اللي بيقول لك اصل بيساعدوا الزمالك، مين بيساعد الزمالك؟ ده حتى اولاده ما بيساعدوهوش. يعني مش هنضحك على بعض ولا نكذب على بعض. المهم دلوقتي الفريق السويدي ده حكايته ايه؟ فريق اخره كان ممكن يبيع اكبر صفقه في حياته بمليون ونص دولار، ما بيكملش 2 مليون. فجاه باع لاعب بقرب ال 3 مليون دولار، حقه يعمل حفله. وانا بقول لك مين في مصر اصلا يقدر يشتري لاعب ب 3 مليون دولار؟ مين غير النادي الاهلي؟ مين؟ في حد تاني؟ ده حتى نادي بيراميدز لما بيتعاقد مع اللاعبين قبل مع تركي الشيخ، كان ممكن يجيب بارقام كبيره ويمكن ما وصلش ل 3 مليون دولار، وصلت. لكن بعد تركي الشيخ استاذ سالم الشمسي ما اظنش وصلت للارقام الكبيره دي. قلت لك النادي الاهلي كل الطلبات مجابه ومنفذه. النادي الاهلي لو كريستيانو رونالدو يجي الاهلي هيجيبوه. مش هقول لك اكتر من كده. طيب ايه تاني اللي بيحصل؟ حاجه يعني ايه زعلتني من الاستاذ شادي عيسى، بيقول لك اتمنى ان نبيل عماد دونجا ما يزهقش ويروح النادي الاهلي. يروح النادي الاهلي ليه؟ قال لك ما التصريحات دي بتخوفني. لما نبيل عماد دونجا خرج وقال ان نادي الزمالك ضحى عشانه نبيل عماد دونجا، وجه نادي الزمالك وعمل الكتير عشان يجي نادي الزمالك، وحاول كتير وقلنا بيعشق الزمالك والكلام ده كله. قال لك انا بخاف من التصريحات دي. والنبي يا استاذ شادي مش ناقصه. يعني انت متشكك في لاعب بعينه كده؟ عيب بقى، ما ينفعش، ما صحش. ندخل على الخبر التالي معانا. والمدير الرياضي في نادي طلائع الجيش اعلن الاتي. قال زي ما قلنا امبارح ان نادي الزمالك لم يتقدم رسميا باي عروض رسميه للحصول على خدمات كلا من محمد شحاته وعبد الرحمن شيكا، وان لو نادي الزمالك تقدم بعروض هيدرسوها وعادي جدا لو باعوهم لنادي الزمالك. طيب بعيد عن الصفقات، انا عايز اعرف حاجه. محمد شحاته بتاعكم وطلائع الجيش ماشي، لكن اصلا عبد الرحمن شيكا مش بتاعكم عشان تقولوا احنا نتقدم لكم. يعني هل عشان احنا ناخده من الانتاج الحربي انتم بقى عشان خاطر هتسيبوه وتقطعوا الاعاره ممكن السنه دي مثلا عايزين تاخدوا مقابل قصاد ده ولا ايه؟ مش عارفين. بس ده مجمل الكلام اللي اتقال. بس لو اتقدم عرض رسمي، نادي الزمالك بيقول لك ما قدمش عرض رسمي. مش بس كده، حتى نادي فيوتشر اعلن، مودرن فيوتشر اعلن، استاذ وليد دعبس رئيس مجلس الاداره قال ان نادي الزمالك لم يتقدم باي عرض للحصول على خدمات ناصر ماهر. ما انا قلتها لك امبارح، نادي الزمالك مضي ناس، بس مشكلته الكبيره انه مش متفاوض مع الانديه. عدم التفاوض مع الانديه بقى والكلام ده كله وحل ازمه القيد، دي كلها علامات استفهام كلنا منتظرين انها تتحل، لكن مش هتتحل غير بعد قضيه يوم الاحد القادم، اللي هي القضيه بتاعه ايه؟ بطلان انتخابات نادي الزمالك المقدمه ضد مجلس اداره نادي الزمالك. الخبر التالي معانا بقى ان نادي الزمالك قرر، او كابتن معتمد جمال قرر السفر الى الامارات يوم 18 يناير بمشيئه الله تعالى للدخول في معسكر مغلق والبطولتين اللي هما هيتلعبوا والديتين دول. طيب يعني انت هتسافر يوم 18 وتلعب يوم 20، مش عارف ازاي. يعني الجمعه اللي جايه هتسافر وتلعب يوم الاحد عادي بقى، مش المفروض كنت تاخد بريك قبلها؟ يعني ممكن 3 ايام احسن اقل حاجه. المهم طيب كنت قلت لكم ان كابتن معتمد جمال عاوز يلعب مباراه وديه ثالثه بعد كسكادا وبعد عصمصون طنطا.
نادي الزمالك قرر خلاص ان في مباراه وديه هتبقى يوم الثلاث القادم، لكن الى اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي، لحد اللحظه دي نادي الزمالك ما حددش مين الطرف اللي هيلعب مع نادي الزمالك، بس الاقرب الى الان هو لعب مع فريق من دوري المحترفين اللي هو الدوري الدرجه الثانيه. نادي الزمالك كان قال، او كابتن معتمد قال لك انا عاوز يا دوري المحترفين اللي هو الدوري الدرجه الثانيه، يا فريق من الدوري الممتاز. بس دي كانت كل الحكايه بخصوص المباراه الوديه المنتظره يوم الثلاثاء القادم قبل السفر الى الامارات. طيب، ايه تاني معانا في الاخبار؟ والخبر التاني معانا بخصوص طاقم التحكيم المصري في افريقيا. مباراه الافتتاح بين كوت ديفوار وغينيا بيساو، مين اللي هيبقى حكم المباراه؟ حكم المباراه هيبقى امين عمر، وحكام اللايونز مان كلا من محمود ابو الرجال واحمد حسام طه، وعلى الفار بقى هيبقى محمود عاشور والبنا ومش عارف، الطقم كله هيبقى من مصر، ما عدا مراقب المباراه طبعا بقى اللي بيبقى هيكون من المغرب. هل سؤال بقى هطرح نفسه وهقفل معاكم وهنقفل، هنقول سلام عليكم وعليكم السلام، انتوا بقى جاوبيني على السؤال ده. هل القياده التحكيميه الكامله في افتتاح كاس الامم الافريقيه على ماذا تدل؟ بتدل على ايه؟ ان القياده التحكيميه كلها مصريه، على جوده التحكيم المصري ام لا؟ بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. لا تعطوا فرصه لتصيد الاخطاء لينا يا اداره الزمالك. موضوع من مفيش اتعمل عليه حبه وقبه وبقى قد كده من مفيش. عشان الزمالك حب في قلبنا اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.